دابا اشنو غنديرو شيماء؟ هادشي كيف ما كان سميتو خاص يسالي هنا. صافي، معناها اختي مستحيل نغدرو بيها. عافاك طلقني، خليني نمشي. بغيت نبعد من هنا. بعد مني امين وشد في يديا. قال لي انا انبعد منك بمره، ولكن عافاك ردي بالك لراسك. اي حاجه كتضر بها راسك راه كتألمني. خرجت، بقيت كنبكي الطريق كاملة. مشيت لدارنا، جمعت حوايجي وطفيت تليفوني وشديت الطريق للعروبية عند جدة. وصلت عند جدة. هذيك الدار كانت فيها طفولتي وكاع الأوقات الزوينة اللي دوزت في حياتي. مع دخلت عنقاتني مسكينة وبدات تبكي وأنا نبكي معاها. وداتني لبيتي اللي دوزت فيه طفولتي. هاد البيت شحال من عام ما دخلت ليه. دوشت ونعست كي شي درية صغيرة. حلت عيني، هبطت عند جدة، تعشينا وطلعت تاني لبيتي. حاولت نعس ولكن ما قديتش. قلت ما كاين ما يدار، نوض نبقشش في هاد الغرفة. بديت كنقلب من القند للقند. حليت بلاكار وجبت حوايجي ملي كنت صغيرة. بديت نقلب فيهم. شوية بان ليا واحد الصندوق ما كبيرش بزاف في البلاكار، قاع مغطي بالحوايج. جبدتو وحليتو كنقلب. كنلقى تصاوري ملي كنت صغيرة، بزاف ديال التصاور، وكانوا بزاف منهم مع واحد الدري كبر مني، ولكن فرق ديال ديك 4 سنين ولا 5 سنين. كانوا بزاف ديال الالعاب، وكان من بيناتهم واحد السلسلة على شكل قلب مقسوم. قلبت على النص الثاني، تقول لقيتو؟ والو، ما لقيتوش. ولكن لقيت واحد السلسلة كانت على شكل قلب، كان مكتوب فيها واحد القسم بين زوج الناس، بين شيماء وبين واحد كان سميتو امين. لا، ما يمكنش. واش يمكن يكون نفس امين؟ بزاف ديال الحوايج داروا في بالي. شويه هي تدخل جدة، لقاتني كنقلب في داك الصندوق. جراتني لعندها وعنقاتني. بدات تعاود جدتي: بنتي، ما بقى لي قد ما فات في هاد الدنيا، وخاصك تعرفين انا ما قدرت نقول والو، حيت اصلا ما كنتيش عارفه. راني كنت عايقه بك. هذا امين كان جارنا قبل ما تزادي، ومن نهار تزاديتي وهو ديما كيجي لعندك، ديما كنتي عزيزة عليه. ومع الوقت بديتو تكبروا، ونهار على نهار كنتو كتبغيو بعضياتكم كتار وكتر. كانت منال ديما كتغير منك، حيت عندك امين زوينة بزاف. عقل الصغر. من بعد بنتين مرحلتو، حتى امين خلى با وخوه وهرب من الدار ومشى كيخدم، وهو مازال صغير في مدينتك باش تبقاو ديما قراب. ولكن خوه وباه كانوا كيخدموا في الغربة، قلبوا الدنيا عليه. باه مات بسبب بليتونيت، ولكن خوه لصق مطباه بخوه، وهو يحلف عليه حتى يندموا على فعلته. منين رحلتو واحد العام جا لعندكم، كنتي كتقراي في الثامنة ديك الساعة. واحد النهار مشيتي لابسة واحد الكسوة بيضة كتحمق، ومشات معاك منال حتى هي. كنظن كنتي غادة تلاقاي بيه، حتى حد ما عرف شنو وقع في داك النهار. ما رجعتيش انتي ومنال. بقينا كنقلبوا عليكم الليل كامل حتى طلع الفجر. كتعيط لينا منال من السبيطار، تما عرفنا راه وقعت لك شي حادثة. منال ما بغاتش تقول لينا والو. شيماء والندبة جدة. الندبة ملي فقتي لاحظناها. هذيك الندبة بنتي حتى فقتي عاد لاحظناها في يدك. هي ما كانتش في يدك من قبل، ولكن من مول الحادثة ولات عندك. مور داكشي اللي قالت لي جدة مستحملتش، غمضت عيني ونعست وشفت داك الطفل الصغير. تفكرت الذكريات ديالنا بزوج كاملين، ولكن الى ديك الليلة المشؤومة ما عقلتش على والو. معقول يكون هاد الطفل هو نفسه امين اللي كنعرف؟ علاش منال ما قالت والو؟ ضرباتنا الفقاع على الفجر. قررت نمشي نواجه امين بهاد الشي كامل، واللي بغى يوقع يوقع. ولكن كيفاش نتواصل معاه؟ وحتى الدار ديالهم نسيت عليها. ما يمكنش نطلب نمرتو من عند منال. هنا طاح عليا فكرة. هبطت الكوزينة، شعلت البوطة وحرقت يدي. تألمت وكنت عارفة حتى أمين يحس بيا. دازت ساعتين بالضبط، جاني اتصال من نمرة ما عرفتهاش. شيماء. الو. جاوبني امين. شيماء: ياك لاباس؟ اشنو بيك؟ كيف بقات يدك؟
شيماء: منين جبتي نمرتي؟ امين: صباح ملي حسيت بالحريق في يدي عرفت راه طارية ليك شي حاجة، تلاقيت مع منال وخديت نمرتك من تليفونها بلا ما تعيق. شيماء: اوكي، بغيت نشوفك، انا نجي اليوم بالليل نكون في الرباط. قال لي امين: واخا. أتلقيني كنتسناك. جمعت حوايجي، توادعت مع الجدة وعنقتها وشكرتها بزاف حيت كون ما هي كنت صديت بقوة التفكير. طليق كاملة وانا كنفكر شنو هادشي اللي كيوقع. داز الوقت دغيا، مع هبطت من الكار ما بانش ليا امين، ولكن كنت كنحس بيه قريب مني بزاف. شميت ريحتو، خرجت من المحطة لقيتو كيساين فيا. ركبت الطوموبيلتو ومشينا لدارو. دخلت، مشيت لبيتو، حطيت حوايجو وجبت الصندوق اللي لقيت وعطيتو ليه. امين: اشنو هاد الشي؟ شوفو تعرف. حل الصندوق بقى مستغرب بزاف، يمكن كتر مني. هز السلسلة في يديه وبقى كيشوف. حط الصندوق من بين يديه وناض وخلاني. استغربت من ردة الفعل ديالو، ياك ما كيقول هادي حمقى. شوية ها هو خارج من بيتو هاز في يديه شي حاجة. كانت سلسلة، ماشي أي سلسلة، كانت الكمالة ديال القلب اللي عندي. هنا عرفت راه أمين نفسه الطفل اللي كنت كنبغي. بقى كيشوف في عينيا، قرب مني، أنفاسو كانت قريبة بزاف. شدينا في يد بعضياتنا وكيلعب ليا في شعري. شيماء: علاش امين؟ شنو؟ ما عارفش شكون انا، ما عارفش شنو وقع في ديك الليله. اللي عارف راني كنبغيك بزاف كتر من روحي، وهادشي اللي بيناتنا ماشي مجرد صدفه، كان حب صادق، حب حقيقي. بديت كنبكي وحتى امين هنا يدخل خوه، كان قبيله كيتصنت علينا. شاف فينا وحضرت راسي ودمعة على خدو. شاف خوه امين وقال ليه: اسمح لي يا امين بزاف، اسمح لي، انا ظلمتكم بجوج بسبب انانيتي، ولكن ربي خلصني. انا مريضة امين، عندي كونسير. امين: ما فهمتش. سيمو هو خوه. ديك الليلة المشؤومة كيف سميتوها، كنت طلبت من منال تخرجك من الدار باش تلقاي مع امين وتجيبكم لبين يديا، وحتى هي ما كانتش من المعجازين. داكشي اللي درت جابتك حتى لبين يديا. ديتكم بزوج لواحد لوزين ليلة كاملة وانا حابسكم في نفس الغرفة. جبت الناس جبعوكم عصا، كانوا كيبغيو يضربوا امين، توقف في طريقهم شيماء. يضربوا شيماء يوقف في طريقهم امين. في الاخر ضربوكم بزوج، خرجوا وخلاوكم. ومن بعد دخلنا لقيناكم غارقين بميات، ما عرفناش علاش، ولكن ناض واحد من الرجال ديالي ضربكم بجوج للراس باش تفقدوا الذاكرة، والباقي راكو عارفينه. شيماء: والندبة؟ امين: انا تفكرت. ملي خرجوا خلاونا كان شي دجاج في الارض. شديتي طرف ديال الدجاج، حفرتي اول حرف من سميتك في يدي، وحتى انا حفرت اول حرف من سميتي في يدك فوق العرق، ودرت الجرحة ديالي على جرحتك، وهكذا دمي ولا من دمك. شيماء: يعني هذا السبب علاش كتحس بيا وحتى انا كنحس بك. سيمو: يمكن، ولكن حبكم كان قوي ديك الساعة، ولا دابا كان يوصل لهذه الدرجة، بجرحة ولا بلا بها. سمحوا لي. خرج سيمو خلانا ما عرفنا باش تبلينا. بقيت كنبكي، تألمت بزاف، ماشي بسبب داكشي اللي دار خو امين، ولكن بسبب داكشي اللي دارت منال. شيماء: امين، منال حسبتها اختي، علاش دارت بينا هادشي؟ وعلاش خبات عليا هاد الوقت كامل؟ علاش؟ هزني امين لبيتو وداني، دخلنا، كنت عيانة بزاف. تكيت، جا امين تكا حدايا، عينو على عينيا ويدو على شعري، بقى كيلعب بشعري. امين: شيماء انت حياتي. شيماء: عمري انت امين. كان وعدك من اليوم ما غاديش نعاود نبعد عليك، وحتى حاجة ما بقات غادا تفرقنا. داني النعاس وانا كنشوف في وجه حبيبي. هادشي بحال الاحلام، ولكن حبنا كان فعلا حلم، وحلم زوين بزاف. في الصباح فقت ما لقيتش امين حدايا، خفت ونضت كيف الحمقى كنقلب عليه بحال شي هبيله. دخلت للكوزينه لقيتو كيطيب الفطور،
بقيت كنشوف فيه كيطيب. امين. اميرتي فاقت، صباح الخير. صباح الورد والياسمين. شيماء، صباح الخير. علاش عذبتي راسك اصلا؟ ما كيكونش عندي لقانا الفطور في الصباح. اش كتقولي؟ من اليوم خاصك تبقاي تفطري. راه لا الا ما كليتيش انا اللي غادي نمرض. انا اللي غادي نمرض ولا نسيتيه؟ قلت له ياك دابا خايف على راسك؟ جا قرب مني وعنقني. دابا بجوجنا خصنا نردو البال لراسنا كتر من الاول. الجرح كيكون في يدك والالم في يدي حتى انا. فطرنا وقررنا نمشيو بجوج عند منال. اتصلت بها، درت معاها جنب البحر. كنت خايف بزاف، ولكن مع امين الدنيا كتحلى في عينيا، حتى حاجه ما كتبقى خلعاني. شديت في يد حبيبي ومشينا. وقفنا وها منال جاية، شافتنا تصدمات. منال: شيماء، امين، اشنو هاد الشي؟ امين: حنا على اللي خاصنا نسولوك على هاد السؤال. منال: كتخونوني، كتغدروا بيا وكتسولوني اشنو كاين؟ شيماء: حرام عليك، انت حسبتك اختي وكتر من اختي. علاش درتي فينا هاد الشي؟ حنا عرفنا كل شي. امين: حرام عليك، وانا اللي اعتبرتك بنت الناس وكنت فعلا باغي نكمل حياتي معك، رغم انني عمرني بغيتك. بدات كتغوت بحال حماقت وبدات تضحك. منال: بغيتو تعرفوا علاش؟ ها ها ها، حيت لا انا كنبغيه، انا اللي كنت نستاهل. هاد الحب اللي بيناتكم كنت كنتصدى عليه. كنت اول حب في حياتي وانتي خديتيه مني. كنتي زوينة عليا وكنتي عزيزة على العائلة كاملة كتر مني. داكشي علاش عاونت خو امين فرق بيناتكم. ومن بعد بقيت حادي يا امين من بعيد لبعيد. الوقت اللي كتكوني مع معاد كنكون انا حادية من بعيد. كنت كنتسنى نهار اللي غادي نقرر نبوح بحبي ليه ويكون ليا. جيتي انتي بحال السم، ولكن انا ما غاداش نخليه ليك. امير كيبغيني انا بوحدي. بقات كتغوت وكتضحك غاب وحدها. خليناها ومشينا. ديك الساعة مشينا عند العدول. ديك الساعة تزوجنا بدون اي تفكير. كنا خايفين لا يجي حتى يفرق بيناتنا تاني. داني لدارو. دخلنا هاد المرة. دخلت بصفتي شيماء مرت امين. دخلت للبيت، دوشت وخرجت نبدل حوايجي. ومن بعد كملوا على راسكم، راه راجلي زعما. دازت ليلة ولا في الأحلام، ولكن مع بوصبيح صبحات علينا منال. دق دق دق. أمين: شكون يكون كيدق علينا على الصباح؟ شيماء: نوض شوف شكون. ناض أمين. أنا لبست التريكو ديال أمين، جاني طويل وتبعتو. منال: خرجي ألف عام من دار رجلي. أمين: خرجي منال لا تعصبينيش. منال: هاد الفعل اللي خاصها تخرج. انا مرتك. جبد امين وراق ديال الزواج ديالنا. هانتي شوفي، هي ولات مرتي ودابا سير يعطينا اتساع. منال: والله حتى ندمكم. خرجت وكانت معصبة. جا عنقني امين وكنت خايفة. انا عارفة منال، لا قالت شي حاجة ديرها. مهم لبست حوايجي ومشيت لدارنا. اليوم نعاود كلشي لماما. دخلت وكانت مخلوعة عليا بزاف. جلست في الصالة وعاودت ليها كلشي. مسكينة بدات كتبكي وتنوح وتنضب. غلطت في حقها، كان عليا نعلمها على الأقل، ولكن بابا كان سمع هضرتنا كاملة. جمع السبع عندنا، هز يدي بغا يضربني وهي تعرض ليه ماما. جاتها مسكينة الدقة وبابا بقوة الأعصاب طاح. ماما: بنتي هربي هربي، أنا مسامحك يا بنتي، سيري وردي البال لراسك. بابا كلا فاق يقتلك. جري. عنقت ماما وبقيت نبكي. جمعت ساكي وعطتني ماما شي فلوس. مشيت لداري انا وامين. دوزت ليلة كاملة انا وياه. الصباح فقت مع ديك 10 هبطت نجيب الخبز. مع تميت راجعة كيبان ليا البوليس قدام باب دارنا. لحت الخبز من يديا، مشيت كنجري دموعي محبوسين. دخلت كيبان ليا امين شادينو بالمينوط. امين: شيماء هربي هربي هربي. خرجت كنجري ما عرفت ما ندير. شويه كيبان ليا واحد البوليسي كنعرفو، هو خويا اللي خدام في البوليس. شفتو جيت نهرب وفعلا كنت نهرب ليه.
ولكن شي حد من البوليس ضرب امين لظهرو بحال ديما تألمت معاه تحت الارض. جا خويا البوليسي جرني من شعري وبقى يجرني في الارض، يلا يركبني بزز في طوموبيلتو. جا واحد كنعرفو كان مهدي، قالو طلق منها دغيا، ضربو وبقى هو وياه كيدابزو. قال لي شيماء هربي لطوموبيلتي ركبي. مشيت ركبت، مهدي ضرب خويا حتى طاح وهرب ليه. ركبنا الطوموبيل وبقى كيسوق دغيا حتى خرجنا من المدينة. الطريق كاملة كان بكي ما فاهمة والو. مهدي قال لي انت لاباس شوية شيماء؟ امين عاود لي كل شي عليكم، سمحي لي في الاول ظلمتكم شيماء هانية، دابا ما كيهمني والو من غير امين. لاش شدوه البوليس لاش؟ قال لي المالي الصراحة خو امين كيبيع في المخدرات، ومن مور ديك الليلة على حساب ما قال لي امين فرض عليه يخدم معاه، ولكن البوليس عمرهم ما لقاو عليه شي دليل. ما عرفتش منين جابوه. شيماء بحزن باين ما نال. مهدي عافاك شيماء صافي ما تبكيش، انا معاك دابا وقريبة يكون معنا حتى امين. دابا ما تقلقيش، يلا دابا نمشيو لواحد الدار ديالي كنمشي ليها في الصيف انا وامين، كاينه على جنب واحد الواد وبعيدة على الناس. شيماء واخا. مشينا دخلت للدار دوشت، وفي هاد الوقيته مشى مهدي شرا لي حوايج من المدينة، لبست وخرجت. جلسنا انا وياه في الصالة. شيماء كان بكي وكان قول امين. بديت كنغوت ومهدي كيحاول يهدن فيا. الكافرين بالله كانوا كيضربوا فيه، ظهري ولا كله دم. شويه بديت كنتخنق بحال شي حد خانقني بيديه وكيخشيني في السطل ديال الماء حتى كنت انموت. يمكن شي ساعتين وانا بحال هكا. عيا مهدي ما يحاول معايا والو. ملي حبسوا من تعذيب امين كانوا حبسوا من تعذيبي حتى انا. جاب مهدي الدوزان وبدا كيحاول يداوي في جروحي. كنت كنتألم مع امين، كنت كنحس بكل دقة كيعطيوه. داز اسبوع على هاد الحال حتى لديك الليلة اللي ما طرا فيه والو، لا تعذيب لا والو. وتبعوه شي 3 ديال الليالي زعما يكونوا طلقوه. لا محالش ما يمكنش. شيماء مهدي امين به شي حاجة. مهدي ياك ما كتحسي بوالو، ياك ما كيعذبوش يمكن تلقوه. شيماء كون تلقوه كون جا لعندنا. مهدي عافاك يلا نمشيو نقلبو عليه. بقيت كنطلب في المهدي حتى وافق. مشينا دخلنا للكوميسارية فين كان مشدود مهدي. سلام خويا، جيت نسول على الاخ ديالي امين. البوليسي اوكي سيدي تسنى شويه. مشى دخل شويه جا الشاف ديالهم. الشاف دا كتسول على امين. مهدي انا الشاف. للاسف امين توفى هادي يومين، طرا حريق في الحبس وتوفى فيها. شيماء لا ما يمكنش، لا مستحيل، نتوما كتكذبوا. كون ما تكون حتى انا مت، كنت تحرق كون حسيت به. هادو كيكذبوا. مهدي شيماء تهدني وصافي. ممكن نشوفو جثة ديالو؟ بالطبع تبعوني، ولكن راه كلها مشوهة. دخلنا كانت ريحة الموت في الغرفة مدوخة. قربت من الجثة حيت اللغطة كانت كلها محروقة. حطيت يدي على وجهه، غمضت عينيه ورجعت اللور، عيني على عين الشاف ديالهم، وقلت لي انا عارفك مزيان تلقاه عليا. هذا ماشي امين، وامين غنلقاه وغندمكم واحد بواحد. وهاد الهضره وصلها لخويا وقال لي واياك تفكر تزيد تعذبو، راك تعذبني معاه. خرجت وركبت انا ومهدي في الطوموبيل، بقينا ساكتين. مهدي شيماء دابا شنو نديرو؟ شيماء انا عندي فكره، عندك شي موس مقص ولا ضفر ديال الدجاج؟ مهدي عندي مقص ولكن علاش؟ قلت لي صافي هبطنا في هاد الغابة نقول لك علاش. هبطنا جبت الموس من عند مهدي وكلينكس والماء، جلسنا في الارض. مهدي شيماء واش حماقتي؟ اش بغيتي ديري؟ شيماء هذه هي الطريقة الوحيدة باش نعرف امين فينا هو. شديت المقص وبديت نجرح في يديا، كتبت به فينك. كانت كتحرقني بزاف ولكن تحملت بسبب حبي ليه. دازت 4 ساعة يمكن والو. مهدي شيماء مستحيل هادشي، واخا قاع يقرا باش غيجاوبك؟ ولو كان حي غصبر.
قلت ليه غاصبر وشوف. دازت ساعة والو صافي. مهدي فرض عليا نركب الطوموبيل. يلا نركبه. مهدي يدي كضرني بزاف. كان امين كيكتب ليا. كنت كنتألم بزاف ولكن صبرت. السنسلة الشجرة. مهدي اشنو كتعني السنسلة والشجرة؟ قال لي اش من سنسلة واش من شجرة. بقيت ساكتة. السنسلة الشجرة اش كتعني؟ تفكرت. مهدي ركب. انا نقول لك فين ركب دغيا ركب. يلا دينا العروبية لبني ملال. مهدي اش نديرو تما؟ شيماء ملي كنا صغار انا وامين كان عطاني واحد السنسلة حدا واحد الشجرة في بني ملال. اياه ومالهم حماق يربطوه بشجرة. راه انت اللي غتحمقني. ديك الشجرة كانت في واحد الفيرما وديك الفيرما كان فيها واحد الدار مهجورة باينة الدواء تما. 5 سوايع بالضبط وصلنا للفيرما. دخلت كنجري وفعلا لقيت امين رابطينو تما وسادين ليه فمو. تبعني امين فكينا ليه يديه ورجليه وفمو. ويلا بغينا نهزوه وهي تجي منال قالت لنا برافو برافو ياي حبكم شحال زوين. حسيتي بيه فين كاين ولكن للأسف هاد الحب أيسالي هنا. شيماء منال بعدي منا ما حرمش عليك منال. وشكون اللي ما حرمش عليه انا ولا انتيا اللي زرقا مني راجلي؟ حب حياتي. شيماء حب حياتك انت كتبغي غا راسك. امال جبدات واحد الفردي بغات ديري فينا. طلق مهدي من امين ومشى كيجري عند منال بغا يحيد ليها الفردي. تشادوه هو وياها وحنا نسمعو الطراق. جات الدقة في امين ولكن بحال طاح امين وطحت بين يديه. مهدي حيد المنال الفردي وضربها راسها طاحت. وهنا يتم داخل خويا وشافني طيحة بدا كيغوت. هزنا خويا ومهدي في الطوموبيل. في الطريق مهدي شرح ليه كل شي وهدرتو زاد أكد ليه الطبيب بلي ما لقاوش الرصاصة صدري ما فهموا والو. قال ليه الطبيب سيدي ما عرفنا ما نديرو نكذبو عليك. النزيف ها هو الجرح كاين الدم كذلك كاين ولكن السبب الرصاصة والو ما كاين والو. مهدي سيدي هذه قصة طويلة عاتقوا آمين لا غتعاتقوا الولد. البنت غتبرا. استغرب الطبيب ولكن ما كان قدامه حتى حل اخر. دخلنا بزوج نفس الغرفة باش يراقبونا بجوج. امين كيخرجوا منه الرصاصة كيداويو فيه. كل ما كتسوء حالته كتسوء حالتي معاه. ساعة جوج 3 مازال ما خرج حتى طبيب. فرمليات كيجريو من بلاصة لبلاصة. جيب هادي وجيب هادي وهادي. خويا واقف قدام الباب ويدو على راسو كيبكي. ندم بزاف على ما دار فينا. دازت ليلة كاملة. جا بابا وماما شرح ليهم مهدي كل شي. ماما انت السبب انت وباك بجوجكم لا طرات شي حاجة لبنتي غنقتلكم بجوج. بابا وخويا ندموا بزاف ما يحملوش يشوفوني في ديك الحالة بسببهم. وعيت على خويا بسميتو. سميتك مهدي قلتي لي ياك. تبارك الله عليك رغم أن الفكرة ديالك جنونية ولكن نفعتنا. حالتهم دابا مستقرة الحمد لله. تجاوزوا مرحلة الخطر. سيمانة دازت بدينا كنرجعوا صحتنا أنا وأمين. عائلتي بدات تهتم فينا بجوج كتر وكتر. خويا وبابا طلبوا مني السماحة. منال انتحرات مور ما داونا للسبيطار. أما معاذ خطيبي السابق فقد ذاك النهار لقيته حدايا. هدرت معاه قلت ليه معاذ وهو يسكتني. قال لي اسكت ما تدويش. انا فعلا كنت كنبغيك ولكن حضر راسو شحال. ومن بعد هز راسو وابتسم ليا. على الاقل عرفت سبب ديك الحادثة. ما بقيتش نقول انا اللي ما عنديش الخبرة. المهم لا يكمل عليكم بالخير وتهلا في راسك. بعد 5 سنوات دازت سنين طويلة وكل دقيقة فيها كنقرب من أمين كتر وكتر. حبنا ولا على طرف كل لسان ولا يتهدر بينا المثال. بابا وماما كيزوروني في داري أنا وراجلي وبنتنا حياة كل سبت وحد. أمين كان جامع شي فلوس وعاونو خوه وما كانوش فلوس من بيع الحشيش. كان ورث من جهة الأم ديالهم اللي كانت ودار كلينيك خدمت فيه أنا ومعاذ حتى هو اللي تزوج من بعد. وخويا حتى هو ولا كيزورنا.
علاقتي بعائلتي تحسنات. الأم ديال منال حتى لدابا باقا كطلب مني السماحة بسبب ما دارت بنتها ليا. طلعت عارفة كلشي وساكتة، وأنا دابا كنعيش أروع قصة حب. حياة بنتي. ماما مالكي في يدك؟ شاف فيا أمين وابتسم. ألالا ماماك، ألالا كانت حمقى كضرب يديها، ولكن مهدي قال لي حاجة أخرى. دخل مهدي وغمزها. أشنو قال لك؟ قالت لي بنتي لا والو والو. وقفات وبدون قصد جرحت بها بواحد الفيليل في كتفو. امين. بنتي مالكي بشويه عليك حياة. ماما وريني كتفك نشوف. عرت لي يديا. واو واو عمي مهدي كان عنده الحق. امين. ياك دابا سخيتي بباباك جرحيه. حياة. وانت سخيتي بيا كتكذب عليا. حياتنا دازت كلها سعادة وفرح وسرور. أنا وأمين تعذبنا، قاسينا، بكينا، وتألمنا بزاف، ولكن الحمد لله توفقنا لعلاقة ناجحة. ضروري أي علاقة ناجحة خاصها تضحية وحب وحنان وصبر وشخص مناسب. أنا صبرت وانتي مستعدة تصبري. وهنا كتنتهي القصة ديالنا، ونتمنى تعجبكم، ونتمنى دايما نبقاو نجيبو لكم جديد بحال هكا. وما تسخاوش علينا بجيم ولايك وتعليق باش تشجعونا وتزيدوا القناة ديالنا للقدام. والسلام عليكم ورحمة الله.